عارف ايه الفرق بيننا وبين اجدادنا؟ الفرق يا صديقي مش في الموبايل اللي في ايدك، الفرق ان العالم النهارده بيتغير في سنة اكتر ما كان بيتغير زمان في قرن كامل. احنا واقفين قدام حاجة اسمها الموجة القادمة. لو فاكر ان الذكاء الاصطناعي مجرد برنامج انت بترد عليه او بتدردش معاه، فانت فايتك كتير. النهارده هنفتح كتاب مصطفى سليمان بتاع الموجة القادمة، الراجل اللي شارك في بناء الذكاء الاصطناعي ده بايده، عشان نعرف احنا رايحين فين وليه المرة دي بالذات مرعبة. هو احنا ليه مسمينها موجة؟ مصطفى سليمان بيبدأ الكتاب بكلمة عبقرية يا صديقي، بيقول لك ان التكنولوجيا دي مش مجرد اختراعات، دي عاملة زي الموجات بالظبط. تخيل موجة البحر يا صديقي بتبدأ من بعيد خالص وبتقرب بتقرب بتقرب، وكل ما بتقرب كل ما بتكبر، ولما بتوصل الشط بتمسح كل اللي قدامها وبتبني واقع جديد. أول موجة كانت النار والآلات الحجرية، ودي اللي خلتنا نقدر نطبخ ونحمي نفسنا. وتاني موجة كانت الزراعة، دي اللي خلتنا نقدر نبني جيوش ونبني مدن. والموجة التالتة كانت الثورة الصناعية والكهرباء، اللي نقلت الناس من الغيط للمصانع. والموجة الرابعة يا صديقي دي الإنترنت، دي اللي مخلياني دلوقتي واقف بكلمك من خلال شاشة. كل موجة من دي لما جت كان في ناس بتقول عليها سحر، وناس تانية كانت بتقول عليها خراب، وناس تانية كانت فاكرة ان عيشها هيتقطع. بس في الاخر الموجة كانت بتكسب والناس بتضطر كيف معاها. طب ايه الجديد بقى في الموجة اللي جاية؟ سليمان بيقول ان الموجة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي الذكاء الاصطناعي مختلفة عن اللي فات لاربع اسباب. اول سبب وهو الانتشار. التكنولوجيا دي مش هتبقى في مجرد معامل بس، دي هتبقى في كل حاجة، من اول لعب الاطفال لحد اجهزة المخابرات. تاني سبب وهو الذكاء. لأول مرة في التاريخ بنصنع أداة تقدر تاخد قرارات لوحدها من غير ما نتدخل. أما بقى التكلفة، زمان عشان كنا نعمل حاجة مدمرة كنت محتاج ميزانية دولة، النهاردة ب$100 واشتراك نت تقدر تعمل حاجات كانت مستحيلة. رابع سبب السرعة الغير طبيعية. التطور ما بقاش يمشي 1 2 3، ده بقى يمشي 2 4 18. سرعة تخلي القوانين والحكومات مش قادرة تلاحق على التطور. سليمان بيقول إن احنا محبوسين جوه نارين. النار الأولى لو احنا سيبنا التكنولوجيا دي تنطلق من غير قيود، ممكن حرفيا نفقد السيطرة على جنسنا البشري، وتظهر فيروسات مخلقة أو الذكاء يسيطر على أي حاجة. والنار التانية إننا لو حاولنا نقفلها أو نمنعها هنبقى بنحرم البشرية من علاج مثلا للسرطان، أو حل مشاكل المناخ، أو من رخاء ممكن ما يبقاش ليه مثيل. ده غير إن في دول تانية مش هتلتزم بالمنع وهتسبقنا وهتهددنا. هي دي بقى يا صديقي المعضلة، إزاي نعيش مع وحش مفيد وممكن ياكلنا في أي لحظة. قبل ما تسمع توقعات سليمان لازم تعرف مين الراجل ده كويس قوي. الراجل ده مش بيتفرج على الموجة من بعيد، الراجل ده هو اللي شارك في صناعة الموجة دي بنفسه. في سنة 2010 أسس واحدة من أقوى شركات الذكاء الاصطناعي واسمها ديب مايند، واشتريتها جوجل في سنة 2014 بصفقة كويسة جدا. مصطفى سليمان يا صديقي هو راجل جوجل الأول سابقا، اشتغل نائب رئيس سياسات الذكاء الاصطناعي في جوجل، يعني كان مسؤول عن وضع القواعد اللي بيمشي عليها الذكاء الاصطناعي نفسه جوه جوجل. سليمان بيقول لك ان الخطر مش ان الريبوت يجي وفي ايده مسدس ويضربك بالنار، سليمان بيقول لك ان الخطر في الانتشار الغير منضبط، ان التكنولوجيا دي تبقى متاحة للكل، وده بيخلي السيطرة عليها مستحيلة بالطرق القديمة. لو انت فاكر ان الكلام ده ممكن يكون بعيد عنك عشان انت في اي دولة ممكن تكون مش نامية كفاية، تبقى غلطان. الموجة دي مش بتسأل على الباسبور، الوظائف اللي بتعتمد على الورق والقلم والاعمال الروتينية في خطر، حتى الخصوصية بتاعتك في خطر. بس في نفس الوقت اللي هيفهم الموجة دي بدري هو اللي هيركبها وهيعرف يوصل لبر الامان. التكنولوجيا مش جايه تستبدلك، التكنولوجيا جايه تمكن اللي هيعرف يستعملها. وبكده احنا خلصنا حلقه النهارده، وفي الحلقه الجايه هنعرف التفاصيل اللي تخوف بجد. هنعرف ازاي اي حد يقدر يعمل فيروس في المعمل بتاعه عادي، وازاي الذكاء الاصطناعي هيبقى اعز صديق لي. انا عبد الله فتحي، ودي قناتكم وبيتكم التاني بين السطور. لو مستني الحلقات الجايه ما تنساش تعمل لايك